أجمل عبارة قرأتها اليوم: بعض الديون يصعب تسديدها كدين الأبناء للآباء. هاي العبارة كاتبها الأخ حسين القيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله. اللي تابعنا وشاهدنا لأول مرة على اليوتيوب، أنا أخوكم علي تاغي السلطاني. لا تنسونا بالاشتراك القناة مع تفعيل الجرس، وأيضا متابعينا على الفيسبوك أيضا لا تنسونا بالمتابعة، وأيضا إعجابكم لهذا المقطع الفيديو. مثل ما جاي تلاحظون أحبتي المشاهدين، هذا الشاب يعني يسوق بايسكل وشايل بنته وياه، يريد يوديها للمدرسة أو جايبها من المدرسة. أحد الأشخاص مصوره، يقولون أن هذا الشاب ما عنده إمكانية يدفع الاشتراك الشهري لخط المدرسة، ففضل يودي بنته على البايسكل حتى ما يحرمها من المدرسة، حتى يوصلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، وأيضا يا ريت الحكومة تشوف هاي المقاطع الفيديو. أنا ما أريد اليوم أحكي بخصوص الآباء وأفضالهم على الأبناء، كلكم تعرفون بهذا الشيء. اليوم أريد أحكي على وضعنا الحالي بالعراق. أغلبكم يمشي للسوق ويشوف بعينه الأطفال المحرومة من المدارس. إيش كم طفل اليوم يبيع علاليق؟ إيش كم طفل اليوم يبيع ماي؟ إيش كم طفل يمسح جام مال سيارات؟ إيش كم طفل يبيع كلينس؟ والكثير من الأطفال تجمع قواطي ومحرومين من مدارسهم. السبب ما عندهم إمكانية، أغلبهم ما عندهم إمكانية. مثل ما تعرفون يا أخوان، المدارس اليوم تريد مستلزمات دراسية، ملابس، مصارف يومية. إذا تبقى وراء الحكومة ما تنطي الطالب لا دفتر لا قلم لا شيء، كتب وينطون اياهم شقيقات. فيضطر الطالب يشتري، اللي عنده يشتري، اللي ما عنده منين يجيب؟ منين يجيب؟ مثل هذا الأب هسه ما عنده فلوس ينطي للخط، يودي بنته على البايسكل، عايف شغله، يواجه مخاطر الشارع، المهم يوصل بنته. فإحنا من خلال هذا المقطع الفيديو نوجه رسالة للشرفاء من المسؤولين اللي يديرون هاي الحكومة: دير بالكم على الفقراء. الفقراء ما محرومين فقط من الأكل والشرب أو ما شابه ذلك، الفقراء انحرموا حتى من المدارس الحكومية. هواي أطفال ما تدرس بسبب الفقر، ما عنده إمكانية يشتري ملابس، ما عنده إمكانية يشتري دفتر، ما عنده إمكانية يروح للمدرسة، يعني ما عنده كروة يصعد بسيارة يروح للمدرسة. فيا ريت الحكومة توفر المستلزمات الدراسية وتساعد الفقراء حتى أبنائهم يدرسون، هذا مستقبلهم. هؤلاء الأطفال المحرومين شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم يصير عمره 15 سنة أو يصير عمره 18 سنة يشوف نفسه لأن هو لا يقرأ ولا يكتب؟ أصدقائه أو اللي بعمره، اللي داخل الجامعة أو اللي بصف سادس إعدادي وهو يشتغل عماله، هذا شنو ذنبه؟ هذا برغبة منه؟ بمسؤولية منه؟ يا حكومتنا الرشيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا. لا تنسون هذا المقطع الفيديو، يا ريت توصلونه. أخوكم علي تاغي السلطاني، إلى اللقاء.